يا هلا يا هلا بأحسن ناس في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. بجد وحشتوني جدا، وخلاص خدت بقى ان انا بقى معاكم على طول، وبشكر كل الناس اللي بتدعمني وبتقولي كومنتات حلوة كده زيها. شكرا بجد ليكم. والنهاردة هنعمل مع بعض وصفة من الوصفات السهلة قوي البسيطة، السهل الممتنع زي ما بنقول، وحاجة كده يعني في منتهى الجمال، طعمها خرافة. شكلها وكل حاجة فيها بصراحة ملفتة جدا. تعالوا نطلع قطعة كده مع بعض. انا كنت محتارة اخد من انهي، فاخترت الشوكليت. هناخدها احنا، انا زينتها لكم بثلاث طرق علشان تعملوا الطريقة اللي تعجبكم، يعني مش شرط ان احنا نزينها بثلاث طرق اللي انا عاملاهم دول. لا، احنا ممكن نعملها كلها بالكاكاو الخام، او كلها كراميل، او كلها بالشوكولاتة المبشورة. كيكة الباردة من الكيكات التحفة السهلة. بنقول عليها بقى الكيكة الفرنسية، كيكة الشموا، كيكة الكريم كراميل، فهي ليها اسامي كتير بصراحة. بس في الاخر النتيجة هايلة في منتهى الجمال. شايفين بقى القطعة طالعة بقطعتها كده؟ حلوة قوي، هتبهري بيها الناس كلها. لو عندك عزومة ممكن تعمليها كده على السريع، ممكن نعملها في كاسات كمان، يعني مش شرط في بايركس كده او في حاجة. لا، ممكن نعملها في كاسات وكل واحد ياخد كاس او طبق صغير. هتبهري بيها كل الناس بصراحة بقى. هتغيظي سلايفك، زي ما كل ما افتح التيك توك او اي تواصل اجتماعي يلاقي الناس كلها قلب على السلايف. تقولك بقى سلفتي مش عارفة عملت ايه، وحماتي مش عارفة عملت ايه، واخت جوزي مش عارفة عملت ايه. فانا معاكم ان يعني العمات ساعات اللي هي اخوات الزوج ممكن تكون يعني في غيرة شوية. ولكن مش كلهم طبعا، فيهم ناس محترمين، بس اللي مش محترمين في كتير برضو. فنعدي يا جماعة، ونحاول ان احنا نبسط نفسنا بنفسنا، ونكبر دماغنا من الكلام ده كله. وخلينا ان احنا نعمل حاجات تبسط ولادنا وتبسطنا. ويلا بينا نشوف الطريقة. وقبل اي حاجة متنسوش تعملوا لايك واشتراك وشير وكومنت حلو كده زيكم. هنحتاج طبعا القالب اللي احنا هنشتغل فيه، وهنحتاج اي بسكويت سادة عندنا. ممكن بسكويت العيد لو متبقي عندنا، بسكوت احنا بنحبه معين، اي حاجة، مش هنرتبط بحاجة معينة. وده نص كوباية من الحليب اللي معلهوش اي اضافات ولا سكر ولا اي حاجة خالص. وهنحط بقى البسكويت فيه، اللي هو يا دوبك بس بنزل البسكوتة على وش وظهر كده وبحطها، ما بسيبهاش تتنقع فيه يعني، لا. ممكن كمان نستخدم البسكويت مفهوش سكر. ممكن نستخدم بسكويت شوفان، ممكن نستخدم بسكويت لو احنا عاملين دايت يعني او حاجة. ممكن نستخدم بسكويت اللي هو بالشوكليت ده. ممكن نحط كمان على اللبن معلقة من نسكافيه لو احنا عايزين بنحب القهوة، بس انا ما بحطتش عشان الاطفال وكده. يعني لو في اطفال بلاش، يعني ما نعودهمش على النسكافيه والشاي والقهوة والكلام ده من دلوقتي. لا، خلينا نديهم الحاجات بفايدتها بكامل دسمها، لان هم لسه صغيرين فجسمهم لسه بينمو. محتاجين لبن، محتاجين بيض، محتاجين عناصر غذائية، فيتامينات، كل حاجة. فبنحاول ان احنا ندخلهم كل الكلام ده في الاكل بتاعهم عشان يساعدهم على النمو. هنرص بقى البسكوت كده زي ما انتوا شايفين بطريقة عشوائية، لو بنرصه جنب بعض عادي خالص. والجزء بقى الرفيع ده هنحط بسكويت مكسر اهو، يعني بس بنملى الفراغات. لو هنعمل بقى في كاسات او في كوبايات بنفتفت البسكوت، لان الكاس مش هتعرفي تحطي البسكوتة مربعة كده، هتتكسر منك. فبنفتفته ونحطه في الكيس او في الكوباية عادي، مفيش مشكلة. هنحط بقى كده اهو، بنملى كل الفراغات زي ما انتوا شايفين. اللي بيعمل الكيكة دي يكتب لي في الكومنتات بيعملها ازاي، زي ما احنا بنعملها، ولا بيضيف لها حاجة او بيقلل لها حاجة، لان هي بتختلف على فكرة من ناس كتير. احنا كده اهوت رصينا الطبقة الاولى. هنيجي بقى للبودنج بتاعنا. هنحتاج كيلو من الحليب، وهنحتاج 2 كيس من الدريم بتاع كريم كراميل. هو النص كيلو بياخد كيس، فعشان كده انا استخدمت كيلو من اللبن، وحطينا عليه 2 باكو من الكريم كراميل اهو. هنحطه عليه من غير اي اضافات خالص، ولا سكر ولا اي حاجه. انا هستكفي بالسكر اللي احنا هنحطه دلوقتي في الخلطه بتاعتنا، ومش هحط سكر اضافي نهائي عشان ما يبقاش مسكر قوي وحش. هنقلبه ونرفعه على النار لحد ما يربط معانا، يعني يتقل معانا. هنيجي بقى في الخلاط، و2 باكو كده من البسكويت الساده.
زي ما قلت لكم اي نوع بسكويت بنحبه. وهنحتاج بقى علبة من القشطة، ودي اختيارية ولكن بتنقلك الطعم في حتة تانية خالص. عندنا قشطة من على وش اللبن ماشي. عندي بقى جبنة علبة قشطة وحطيناها ماشي. ممكن نحط جبنة كيري، اللي هي الجبنة القشطة دي ممكن تنفع برضو عادي. وهنحط كده كله مع بعضه في الخلاط. زي ما انتوا شايفين برضو انا ما حطيتش سكر خالص، مش هنحط سكر، انا هستكفي بالسكر اللي معايا في البسكويت. وهننزل بقى بخليط الكريم كراميل اهو لسه سخن اهو زي ما انتوا شايفين. قلبناه لحد ما غلى معانا، يعني اول ما غلى كده وربط معايا تقل شويه، وبنزل بيه على البسكويت في الخلاط وبضربه كويس قوي. وانتي بتضربيه اصلا بتلاقي قوامه تقل، يعني بتلاقيه تقل خالص اهو. هننزل بيه بقى فوق البسكويت بتاعنا، يعني ولا استنيته يبرد ولا اي حاجه، احنا هننزل بيه على طول فوق البسكوت بتاعنا. شايفين السهوله؟ احنا كده خلصنا. يعني انتوا عايزين تقفوا على كده خلاص. هندخله يعني هننزل بقى طبعا كل حاجه في الخلاط، هندخله بقى التلاجة ساعتين 3 ساعة على حسب برودة التلاجة بتاعتك. في ناس تلاجتها بتبقى سريعة بتاخدش وقت، في ناس بتاخد وقت شوية. هو اصلا وانا بضيفه هو كان مسك، هو بس يدوبك سخن، فاحنا هنحطه في التلاجة لحد ما يمسك معانا ايا كانت. خد مننا وقت قد ايه. شايفين احنا مقللين السكريات خالص، يعني يا دوبك مستكفين السكر بتاعه. هنطلعه بقى زيناه بثلاث طرق. انا عملت لكم الثلاث طرق دول عشان تختاروا اي حاجه منهم، عايزين تعملوا الثلاثه مفيش مشكله زي ما انت عايزه، يعني ولا تزعلي نفسك ولا تضايقي نفسك، ابسطي نفسك على الاخر. انا حطيت كيسه كده في النص عشان ما بوظش الدنيا. ما كنتش حطاها يعني مظبوطه قوي، كان بشكل عشوائي كده. فحطينا اهو نص بالكاكاو الخام، زينا بالكاكاو الخام عادي خالص، مصفى وبنمشي عليها بالكاكاو الخام. هجيب برضو النص بقى التاني او الربع بقى اللي في النص ده. هجيب برضو كيسة وهبدأ ان انا احطها اليمة التانية اهو، علشان اعرف اظبطها. بس دي بقى يعني حاولت ان انا اظبط الكيسة شوية اهو. هنجيب بقى، عارفين الاكياس اللي بتيجي مع الكريم كراميل ده اللي هو صوص الكراميل، هنزين بيه. وعايزه اقول لكم ان احنا ممكن نعملها كلها كده، يعني ممكن نعملها كلها بنفس صوص الكراميل اللي احنا عملنا بيه. نعمل كل كيكه كده، ممكن نعملها كلها بالكاكاو الخام عادي خالص، اللي موجود عندك يعني المتوفر عندك اهو. زينا بيها بطريقه عشوائيه خالص، مفيش اي افتكاسه يعني ولا اي مجهود. هي بس حاجات بتلفت النظر للولاد وشكل مختلف، لان انتوا عارفين العين بتاكل قبل البق يعني، فدي حاجات بتلفت النظر جدا. حتى لو طعمها وحش على فكره بياكلوها، بيبقوا حابين شكلها. شلنا بقى الكيسه. والجزء الاخير بشرت شويه شوكولاته كده اهو، شوكولات مبشور، يعني شوكولاته بشرتها كده شويه وزينت بيه. فاحنا عندنا كذا طريقه نقدر نعمل بيها. ممكن نعملها كلها بشوكولاته مبشوره ونعمل دواير كريم شانتيه كده على الطروف ونحط فيهم كريز، تعملوها اكنها تورتايه. بصوا دي حاجه بترجع لكم، اي حاجه متوفره عندك اعملي بيها، ما فيش اي مشكله خالص. التلاتة لو كملنا بيهم الكيكايه كامله هيطلعوا في منتهى الجمال. انا اللي قصدت ان انا اعمل لكم التلاتة عشان اللي متوفر عنده حاجه منهم يعملها. واكتر حاجه هتبقى متوفره عندكم الصوص الكراميل، لان احنا بنجيبه مع الكريم كراميل. شايفين بقى طالع يعني جوسي كده. بصوا مش قادره اقول لكم والله لازم تجربوه، يعني مش قادره اقول لكم الطعم، مش قادره اقول لكم كمان هي بتخلص بسرعه ازاي. احنا ادينا لبن، فايده اللبن للولاد، الكريم كراميل. آه جميله جميله جدا، لازم بجد تجربوها وتقولوا لي رايكم ايه. وما تنسوش تعملوا بقى لايك وشير وكومنت حلو كده زيكم. باي باي.